السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكل المشاهدين الكرام في البث المباشر من ملعب البشير بالمحمدية الذي يحتضن مباراة متأخرة الجولة الثالثة من الدوري الاحترافي إنوي. اللقاء الذي يجمع بعد قليل بين فريقي الجيش الملكي وفريق نهضة أتلتيك زمامرة. الجيش الملكي يضطر بداية هذا الموسم استقبال خارج العاصمة الرباط نظرا للأشغال الكبيرة التي يشهدها المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، الذي سيكون بحلة جديدة لكي يستقبل التظاهرات القارية والعالمية. إذا مباراة سيكون شعاره تحقيق الفوز بالنسبه للفريقين. الجيش الملكي العائد من تونس بعد ما واجه فريق النجم الساحلي التونسي لحساب الدور الثاني من منافسات دوري ابطال افريقيا، هزيمه صغيره بهدف لا شيء. سيحاول رفع المعنويات من بوابه هذا اللقاء ومحاوله تحقيق الفوز الثاني له بالدوري الاحترافي يواجه فريق نهضه اتلتيك زمامرة اللي كانت هزيمه خلال الجوله الاولى خارج. الان المدرب التونسي على المستوى المحلي وعلى المستوى بهدفين، الهدف واحد. كرة طويلة فريق نهضة أتلتيك زمامرة داخل منطقة الجزاء، رفعت كرة وتدخل الحارس، تدخل الحارس مهدي بن عبيد. أول فرصة هذه محاولة، فرصة مشات خارج أرضية الملعب، تدخل علاء الدين أجري بإمكانية فرصة أغورو، تدخل محاولة كان بإمكانها تمنح هدف أول لفائدة فريق الجيش. محمد هبالي داخل منطقة الجزاء، محمد هبالي ولعبت الكرة الدائرية داخل منطقة الجزاء الرأسية، فرصة إبعاد الكرة. محاولة شكلت خطورة على دفاع ولا مرمى فريق الجيش الملكي، فرصة بواسطة أيمن مطاوع اللي لعبت الكرة بسرعة، ترفع داخل منطقة الجزاء الرأسية، تدخل دائما الخطورة، محاولة وإبعاد هذا المرة الكرة من طرف بيغناغ موري. حكم كيعلن على خطأ، تكون هناك انذار. ترفعت الكرة داخل منطقة الجزاء الرأسية، لكن تمكنش زهير مارور أنه يوصل الكرة. أمامنا زهير مارور اللاعب السابق لفريق، هذه فرصة لبداية فريق الجيش الملكي، ولكن محمد مفيد الجهة اليمنى ترفعت كرة، فرصة ودائما خطورة. موريسون بيرنار شنو غادي يعمل؟ كيبحث على فرصة تسديد جزاء، فرصة دائما تسديدة، تدخل الحارس عادل الشلقاوي. محاولة كان بإمكانها تعطي الهدف الأول لفائدة فريق الجيش الملكي. لاحظنا المراوغة ديال بيغناغ موريسون اللي مرة الغني، ترفعت الكرة، فرصة لامين دياكيتي داخل منطقة الجزاء لأنور الترخات، كيرفع الكرة رأسية. لاحظوا ثلاثة ديال اللاعبين أو أربعة ديال اللاعبين لم يتمكن أي لاعب من الوصول للكرة. أكيد سدس عاشور أنه يفوز على فريق أو يتعادل سابقا فريق الشباب المحمدية. هذه فرصة من طرف لاعب أيوب طين، ولكن تدخل ممتاز ديال لامين دياكيتي. محمد مفيد تمريرة رأسية، فرصة الهدف، الهدف الأول لفائدة فريق الجيش الملكي واسطة رابح حريمات. إذن يتمكن من تسجيل الهدف الأول. فرحة كبيرة لجماهير فريق الجيش الملكي بعد تمريرة ثقة ديال رابح حريمات فوق الجميع، يضع الكرة في الشباك وفرحة كبيرة. كذلك الطاقم التقني تحت قيادة المدرب التونسي ناصر الدين النبي. إذن رابح حريمات يتمكن من زيارة مرمى الحارس عادل الشرقاوي. صراحة بعد ضغط كان قوي. هذه فرصة لفائدة فريق نهضة أتلتيك زمامرة، تسديدة ولكن لامين دياكيتي. لامين اللاعب الايفواري كيبحث على تسديدة ولكن مشات بعيد. لامين دياكيتي السرعة حاول انه يسدد مباشرة من بيغناغ، كيبحث على التمرير، رفعت الكرة. لامين دياكيتي كان هناك خطأ، حكم كيمنع خطأ لفريق نهضة أتلتيك زمامرة. لامين دياكيتي استعمل اليد ديالو. سينيغالي ايمانويل البوزيدي، تسديده مشات فوق المرمى، تسديده ابراهيم البوزيدي بكل قوه، ولكن الكره ديالو مشات فوق مرمى الحارس مهدي بن عبيد. كان هناك عدد من اللاعبين لوضعيه تسلل. هذه فرصه محاوله، فرصه الهدف، تضيع من ايمانويل بيغناغ. اوبونو كان امام المرمى، كرة تمر جانبا. كانت فرصة لفائدة فريق نهضة أتلتيك زمامرة من أجل البشرية وكذلك اللاعبين بأن يكون هناك يعني حضور عدد من اللاعبين. تمرير، هذه فرصة، حمزة يتعلق يبحث على التمرير، تدخل وإبعاد الكرة. دياكيتي في الجهة اليمنى، هناك تغطية، حكم المساعد رفع الراية وخطأ
لفائده فريق نهضه اتلتيك بصوره جميله وروح رياضيه كبيره. بلا من هذه فرصه اغورو، تسديده قويه مرة جانبا من القائم الايمن ديال الحكم لامين دياكيتي، تلعبات ولكن فوق المرمى. وحمزه ايتعلال كرجع الكره للعاد فريق الجيش الملكي، رابح حليمات ولكن تسديده لعيب اللي حمل الوان عديده. حائط بيغلع موريسون، تلعبات كره دائريه البحث على الراسيه، تدخل الزاويه. هبالي تلعبات الكره طويله الراسيه، فرصه وتدخل ممتاز، تدخل ممتاز للحارس مهدي بن عبيد. هبالي يا السعيد التلفيت، تلعبات الكره دائريه داخل منطقه الجزاء الراسيه، حمزه ايتعلال ولكن الكره هذه المره مشات فوق المرمى في الوقت اللي اللاعبين كيطالبوا ان هناك خطا وان هناك ضربه جزاء. الحكم زكريا حدراف لحمزه ايتعلال مره اخرى، زكريا حدراف يسدد والكره في الزاويه، الزاويه لفائده فريق نهضة اتلتيك زمامرة. كبير مشروع الدولة، هذه فرصة لنهضة اتلتيك زمامرة والهدف الأول لفائدة فريق نهضة اتلتيك زمامرة الذي ينجح في تسجيل هدف التعادل بعد مرتد هجومي. كيتمكن محمد هبالي من وضع الكرة في الشباك، هدف أول لفائدة فريق نهضة اتلتيك زمامرة، لأنه تابعنا البداية القوية في هذه الجولة الثانية. ومحمد هبالي ينجح في هذه حمزه ايتعلال، فرصه اخرى لنهضه اتلتيك زمامرة. ايتعلال ما تمكنش من التمرير، محمد هبالي ترفعات الكره من بوزيدي، فرصه تدخل مهدي بن عبيد وابعاد الكره. كانت طلب الكره احمد حمودان في القائمه الثاني، وصلت الكره لاحمد حمودان، فرصه الهدف ولكن امين زحزوح شو يعمل؟ كيبحث على تسديده بحث عن القائم الثاني، ولكن الكره مشات بعيده على مرمى الحارس عادل الشرقاوي. امين توصل بالكره عماد بن صغير شو يعمل؟ تمريره وتدخل الحارس مهدي بن عبيد. عربيدي دائما يحتفظ الكره، يوسف عربيدي شو يعمل؟ كيحاول يسدد تسديده وتدخل الحارس، يوسف عربيدي مراوغه ديال العربيدي، تدخل والحكم كيقول ضربه مرمى. تدخل الدفاع دائما محاوله داخل منطقه جزاء مرور، الحكم كيقول ما كاينش هناك خطا وبالتالي ما كاينش هناك ضربه جزاء في الوقت اللي المطالبه بان هناك خطا داخل منطقه الجزاء. محاوله كانت اكيد شكلت خطوره، مرتد ومحاوله من الجهه اليمنى، حمزه اجمان فرصه الهدف باي طريقه وبأي لمسة حمزة إجمان يتمكن من وضع الكرة في الشباك. فرحة كبيرة لجماهير الجيش الملكي وللاعبي فريق الجيش الملكي. مهاجم قلت بأن لاعب بمواصفات كبيرة، حمزة إجمان ينجح في وضع الكرة في الشباك بطريقة ممتازة وفرحة. الجيش الملكي إجمان حمودان، الهدف الثالث، هدف ثالث انتهى كل شيء. احمد حمودان يوقع الهدف الثالث، وهدف اعتقد هدف الانتصار والخلاص. 3 نقاط للجيش الملكي بعد عمل كبير ديال حمزه اجمان، انطلاقه وسرعه اجمان، دخول داخل منطقه الجزاء، المراوغه